أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هكلمكم عن مظهر حضاري رائع يعد علامة مميزة في التراث السكندري. انفردت به الإسكندرية دون غيرها سواء في مصر أو في العالم، وهو الترام الخشبي أبو دورين. كنا نراه يشق طريقه حتى نهاية السبعينات من القرن الماضي من محطة الرمل حتى فيكتوريا، مرا بالأحياء الراقية التي يحمل معظمها أسماء أجنبية زي الأزاريطة وكامبشيزار وسبورتنج وجليم وزيزينيا وشوتس وسان ستيفانو وغيرها، لكنه الآن اختفى وأصبح ذكرى، وحل بدلا منه عربات ترام حديثة. تعالوا أحكي لكم عنه وأفكركم به ونستعيد ذكرياته قبل أن يطويها النسيان تماما. كان يا مكان زمان في الإسكندرية ترام أطلق عليه الناس اسم الترام الخشبي. الترام ده كان هيكله الداخلي من الحديد الصلب، أما الشكل الخارجي لعربات الترام كانت من الخشب المطلي باللون الأزرق. أما العربات من الداخل فهي مبطنة بالخشب القيم اللامع وكأنه قطعة من الموبيليا، لذلك أطلق عليه الناس اسم الترام الخشبي. وبكل عربة كشافات مستديرة للإضاءة. أما الشبابيك فكانت مزودة بزجاج يتم شده لأسفل لفتحه للاستمتاع بالهواء، كما كان له ستائر من قماش التيل السميك المؤلم باللونين الأبيض والأزرق لتحجب ضوء الشمس، ويتم رفع الستارة التي تتحرك على بكر إلى أعلى لفتحها للاستمتاع بالمناظر الجميلة الخلابة التي يمر عليها الترام. كما كانت درجات سلم الطلوع والنزول من الخشب أيضا، وكانت كل قاطرة تشتمل على عربة بريمو أي درجة أولى، كراسيها مريحة من الجلد الأخضر المحشو مقاعدها ومساند الظهر بالأسفنج، وفوق كل كرسي رف من الشبك والدبار ليضع الراكب عليه حاجاته. أما العربات الترسو أي الدرجة الثانية فكانت لا تختلف عن عربات البريمو، إلا إن كراسيها كانت من الخشب وليس بها أرفف. نيجي للدور الثاني أو الطابق العلوي للترام، بتصعد إليه بسلم خشبي من داخل عربة الترام، وعندما تصعد للدور العلوي تجد الكراسي من الخشب وظهر الكراسي خشب متحرك حتى يكون وجهك مع اتجاه السير، فيتم تعديل وضع المسند حسب اتجاه الترام لتستمتع بوضوح أكثر بمناظر الأماكن التي يمر عليها الترام. كما كانت هناك بعض العربات يشتمل الدور العلوي بها على فرندا أو بلكونة مفتوحة تتيح للراكب الوقوف بها لمزيد من المتعة والاستمتاع. واللفت للنظر أن العربات التي تشتمل على الدور العلوي الذي يعد سر شهرة ترام الإسكندرية ومصدر تفرده تتبع عربات الدرجة الثانية، فلم تكن تتبع عربات الدرجة الأولى، مما يعني الاهتمام بتحقيق المتعة والاستمتاع وتخصيص تلك الميزة للقاعدة العريضة من الناس وليس للقادرين على الدفع أكتر. إن ترام الرمل عبر تاريخه الطويل حقق خدمات كثيرة، فهو وسيلة انتقال هامة، كما يعد نزهة ترفيهية لسكان المدينة، كما حقق بشهرته جذبا سياحيا هاما حيث يتوافد على ركوبه الزائرين من مختلف محافظات مصر والسياح الأجانب خلال زيارتهم للإسكندرية.